ايوه، انا البنت اللي ما عنديش صحاب، بس ربنا رزقني باحلى صحاب. هما كارما. تعالي يا رنزتي، ورنزة ملهاش مزاج تطلع دلوقتي. المهم ربنا رزقني باحلى صحاب كارما ورنزة. عاوزين بطاطس، نعمل لهم بطاطس. فيديو في حب ام خالد، عشان ما حدش يقول لي بقى انت بتقلدي ام خالد وانت مش عارف ايه. ماشي عادي، يعني بحب ام خالد، ايه المشكله يعني؟ المهم، ايوه، انا البنت اللي ما عندهاش صحاب، اللي صحابي مش عارفه بقى الدنيا تلاهي ولا ايه، مش عارفه والله. بس انا ما طلعتش، ما عنديش صحاب من ابتدائي، ما فيش. كان ليا واحده صاحبتي في ابتدائي، طلعت معايا في اعدادي، ويعني ده احنا دلوقتي من صحاب زي ما انتوا فاهمين بقى، اللي هما بيسألوا على بعض، واللي لو حصل حاجة عند حد لا لا لا، مفيش الكلام دوت. يعني صحاب على الفيسبوك بس، يعني مفيش خالص. جينا في ثانوي، رحتي كنت مصاحبة، بحبه ولغاية دلوقتي انا بحبهم جدا، بس يعني كله اتجوز فمش عارفة بقى. الله يسهل لكل واحد في حياته. جيت صاحبتي في الشغل، صحابي يعرفوني علشان مصلحة، مش هقول لكم مصلحة بقى فلوس والجو ده، لا انا ما حلتيش اي حاجة عشان يعرفوني عشان مصلحة. عرفوني علشان لما عملتي قناة على اليوتيوب. قناة ظهري وهي اهي الانسة رنزة طلعت، قولوا لهم باي. خلاص مزاجها جه ان هي تطلع. جت واحده صاحبتي قالت لي، انا اللي كنت بزن عليها والله، قلت لها اعملي قناه زي ومش عارف ايه وبتاع ونشجع بعض وتعالي وكده. كانت بتصحيني من النوم تقول لي يا بصي يا ميادة، انا جات لي رساله مش عارفه معناها ايه، اقول لها طب ابعتيها لي. فطبعا رسائل اليوتيوب بتيجي كلها بالانجليزي، فانا مش عارفه انجليزي، فكنت بدخل علشان خاطر اترجمها واقول لها دول طالبين مني كذا كذا كذا. حاضر يا قلبي هعمل لك. المهم راحت بعديها، بعد ما عملت لي ما كنت بقول لها اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. جت في مره كان حوار الشورت، اللي هو الشورت ده، اللي هو الريلز ده، اللي نزل على اليوتيوب، ما كانش لسه نازل. ايه يا قلبي ماشي، ما كانش لسه نازل، فهي لقيتها منزله فانا ما كنتش اعرف، فقلت اسالها عشان مش عارفة اقف. طبيعي. اي حد يعني هي تسالني فانا بجاوبها، فالمفروض اما اسالها هي تجاوبني، الجو ده بقى. المهم يعني انا سالتها، قالت لي ما اعرفش. ماما فنعم. ماما طب انت منزلاه؟ لا ده نزل لوحده. ماما. نعم حاضر استني. فمش فاهمه، هو في ريلز هينزل لوحده يا جدعان؟ لو بيتكلم مجنون المستمع عاقل يا جدعان. ثواني بس اطلع رنزة زي كارما. اوبا. فلو بيتكلم مجنون مستمع عاقل، هو ايه اللي ما تعرفيش؟ المهم طبعا نعرف صاحبك وعلم عليه، فانا علمته بالقوي. فمرضتش ان انا اسالها على حاجه تاني، لقيتها اتمنعت. جيت في مره في ايه جيت في مره احنا كنا متفقين، هي ما شاء الله يعني كانت فاتحه محل. فالمهم قلت لها كنا متفقين ان احنا نروح نقعد معاها وبتاع وكده، ففجأة لقيتهم اتجمعوا من غيري. ف ماشي. المهم يعني فجأة لقيتهم، استني روج، حتى روج ماشي. يلا بتفضحينا حاطين فلتر. ماشي ماشي. المهم لقيتهم اتجمعوا من غيري فخلاص بقى اللي هو سبتهم. بس يقولوا لي بقى بس حبيبي، لا استني. لقيتهم اتجمعوا من غيري، فطبعا هم وراحتهم، فمش عارفه اسميها ايه، قد ما انا واحد بيتضايق كده شويه، فمش عارفه. فقررت بقى ان انا ما عنديش صحاب، ما عنديش صحاب. والحمد لله الحمد لله ماليش حظ في حاجه، بس الحمد لله برضو ربنا معوضني باحلى حظ في الدنيا، هو جوزي وعيالي.
احلى حظ في الدنيا. انا مسكت اهو. استني يا لولي، استني يا حبيبي، استني. طب طب استني. فده احلى حظ في الدنيا ان ربنا عوضني بجوزي وعيالي، والله العظيم بجد يا جدعان. اجيب البابا ليه؟ ماليش صحاب في حياتي اه وكلهم بعدوا، ومعرفش بعدوا ليه. يعني هو الواحد الحمد لله الحمد لله محبوب وكده، وبرضه ماليش حظ في اليوتيوب، وماليش حظ يعني على السوشيال ميديا عامة. انا ماليش حظ برضو. انا داخلة المجال بقالي اكتر من 5 سنين. 5 سنين داخلة المجال، وحصل لي حاضر يا توتا، وحصل لي مشاكل كده اول ما بدأت اعمل قناة، وحبيت الحوار يعني علشان الدنيا. مش هضحك عليكم، في الاول كنت داخلها علشان خاطر يعني ربنا يرزقنا من واسع وكده، ان اديكوا شايفين البلد اصلا ما فيهاش شغل. فاول ما دخلت راح تليفوني وقع، اتكسر اللي هو ملوش تصليح. بس يا لولي حبيبتي ادوين بس هي ادوين. المهم مالوش تصليح، فراح بتاع دوت. بعديها راح جوزي كان في الشغل بتاعه، وقع من فوق التريلا. عارفين التريلا حبيبتي؟ عارفين التريلا بتاعت البضايع اللي بتيجي من المطار دي؟ لا تلا القطة. المهم زي ما رونزا قالت كده، التريلا وقع من فوقيها لا على ظهره. القطة. ظهره ماما قولي القطة. القطة ماشي. المهم يا رونزا عمالة تخرجنا من الحوار، فبرضه احنا مش هنيأس وهنكمل. انا عايزة احكي الحكاية، مش عارفة ليه حبيت ان انا اطلع احكيها لكم. طلع شكرا. وقع على ظهره، حصل له ماما بس خلاص حصل له شرخ في القطنية، وده كان مسبب له ان هو ما يقفش على رجله خالص. كنا كل ما نروح لدكتور يقول مش هيمشي على رجله تاني. جه حصل له يعني هو حصل له شرخ في القطنية، وفاكرة الفقرتين، اخر فقرتين في الظهر ركبوا على بعض، وركبوا وطبعا الغضروف اكيد من الوقعة. فراح الدكتور قال له مش هتمشي على رجلك تاني خالص. ليه اقعدي عليه؟ معلش. الحمد لله قعد 2 سنين في البيت، وطبعا انا في السنتين دول معرفتش اجيب تليفون، فمعرفتش اطلع تاني على اليوتيوب بعد ما كنت متحمسه وبتاع وبعمل فيديوهات وي. جه بعديها راح قال لي، قلت له طب بقول لك ايه، طبعا هو بقى بالعلاج الطبيعي وكل دوت يعني الحمد لله هو مشي، والدكتور قال له انت ما ينفعش اصلا تشتغل تاني وكده. الحمد لله ربنا سهل، واشتريت تليفون بعد كده طبعا بالقسط، علشان ما حدش يقول لي جبت تليفون منين. المصاريف اللي احنا صرفناها اصلا على الحوار الظهر دوت كان صعب قوي. انا كان معايا كارما بس حزم. انا كان معايا كارما بس قبل ما اجيب رونزا. كبيرة ماما كبيرة. جه الدكتور بعد ما قال له مش هتمشي على ظهرك تاني، ماشي كله. راح قلت له طب ايه رأيك نعمل، احنا كده بنعمل اكل وبتاع، ما تيجي نعمل تحديات على الاكل انا وانت، يمكن ربنا يسهل وتيجي يعني الناس تتفرج علينا وتحبنا وبتاع. بس المهم فعلا بالفعل انا عملت انا وهو فيديوهات. بصوا الفيديو هيخلص. تعالوا كلوا بطاطس، ولو عاوزين باقي الحكايه في بارت 2 قولولي.